هنشرح دلوقتي التشيننج. يعني ايه تشيننج وفكرتها ايه؟ تعالى كده دلوقتي جوه ال HTML هعمل create ل H1 وهدي نص جوه ال H1 وليكن هسميه heading. هروح دلوقتي شوف ايه اللي هيظهر معايا في البراوزر. ظهر لي H1 عادي جدا. جوه بقى فايل الجي كويري انا عايز اعمل تشيننج وعايز انفذ تشيننج. موضوع بسيط جدا ان شاء الله. انا سلكت العنصر اللي انا عايز اضيف عليه التأثير. طب العنصر ده اسمه ايه؟ اسمه H1. طب عايز اديله كلاس، هقول له هنا كلاس ماي هيدنج. هديله اي اسم وليكن ماي هيدنج، وهتارجته هقول له الكلاس اللي اسمه ماي هيدنج. التشيننج ده معناه ايه؟ هقول له دوت سي اس اس وهديله وليكن الباك جراوند كولر. هقول له هنا الباك جراوند كولر بريد، وهقول له سلايد اب في وقت 10,000 ملي سكند. وبعد كده هقول له ايه تاني؟ هقول له سلايد داون في 10,000 ملي سكند تاني. هقول له هنا دوت سلايد داون في 10,000 ملي سكند. تعالوا كده نشوف العنصر بتاعي. هاجي هنا اعمل ريفرش، نسيف، نعمل سيفنج. طيب تعالوا نشوف تاني. ده العنصر اللي اسمه ماي هيدنج. هل احنا سيفنا في ال HTML؟ تمام. نعمل ريفرش وبالفعل ده العنصر اهو. اخد ال CSS عن طريق الجي كويري. تعال نفتح شاشة الكونسول. العنصر اخد الستايل، وبعد ما اخد الستايل بعد كده بدأ يحصل له سلايد اب. بعد ما حصل له سلايد اب هيبدأ يحصل له سلايد داون تاني. هي دي فكرة اللي تشيل، ان انا اقدر ادي اكتر من فانكشن في نفس الوقت او اكتر من ميثود في نفس الوقت. اديت السي اس اس، بعد كده اديت سلايد اب، بعد كده اديت سلايد داون. ممكن بعد كده اقوم قايل له فيد، ممكن بعد كده اقول له فيد اوت. هاجي هنا اقول له الفيد اوت وليكن في 4000 ملي سكند. يبقى هيحصل ايه؟ هياخد الستايل، بعد ما ياخد الستايل هيحصل سلايد اب، يعني العنصر هيبدأ يختفي عن طريق الهايت. بعد كده هيحصل له سلايد داون والعنصر يبدأ يظهر عن طريق الهايت. بعد كده في الاخر خالص العنصر هيختفي خالص وهيحصل له فيد اوت. تعالوا كده نشوف. نعمل ريفرش. يبقى اول حاجة العنصر اخد الستايل، بعد كده العنصر بدأ يحصل له سلايد اب وبدأ يختفي عن طريق الهايت. بعد كده هيبدأ يحصل له سلايد داون والعنصر يبدأ يظهر لحد ما يظهر بشكل 100%، يظهر بالكامل. في الآخر خالص هيحصل له فيد اوت والعنصر يختفي خالص. وأقدر برضه أضيف هنا كول باك فانكشن. يعني إيه كول باك فانكشن؟ تعالوا كده نجرب. هاجي هنا هقول له إيه؟ هقول له هنا وليكن عندي باراجراف، وهاجي هنا هقول له هنا لوريم تكست ابسون، وهقول له هنا خد كلاس، وهقول له هنا تكست كده. انا عايز ايه اللي يحصل؟ انا عايز في الاخر خالص لما العنصر ده يحصل له فيد اوت هقول له هنا كوما يحصل لي كول باك فانكشن. خدنا الكول باك فانكشن، بنقول له هنا فانكشن، وبعد الفانكشن بضيف العناصر بالشكل ده كده. يبقى دي فانكشن. ايه اللي هيتنفذ بقى جوه الفانكشن؟ هقول له هنا دولار ساين
الكلاس او الباراجراف اللي اسمه تكست دوت هايد يحصل له كده هايد في وقت مثلا 10,000 او نقول هنا 5000 ملي سكند. تعالوا كده نشوف، نعمل ريفريش. يبقى اول حاجه ال H1 اخد ال CSS، بعد كده حصل له سلايد اب وبدأ يختفي عن طريق الهايت، بعد كده يحصل له سلايد داون ويبدأ يظهر عن طريق الهايت، بعد كده هيحصل له فيد اوت والعنصر يبدأ يختفي. اول لما يختفي المفروض هنا الباراجراف يختفي. ليه؟ لان احنا قايلين له في الكول باك فانكشن الباراجراف المفروض يختفي. طب تعالوا كده نقول له هنا، بلاش نقول له الباراجراف يختفي، نقول له هنا ايه، او تعالوا كده نسيف، يمكن ما سيفناش. نيجي هنا نقول له برضه console دوت log call back. ونيجي هنا جوه ال HTML نسيف، لان ممكن نكون احنا ما سيفناش. نعمل ريفرش تاني، يبدأ العنصر يختفي بعد ما خد الستايل، وبعد كده يحصل له سلايد اب سلايد داون يبدأ يظهر. هنفتح شاشة الكونسول، بعد ما يحصل له سلايد داون يحصل له فيد، بعد ما يحصل له فيد العنصر بدأ يختفي فعلا وطبع لي في شاشة الكونسول كول باك. احنا ما كناش سيفنا في ال HTML، ما تنساش ان انت تسيف على طول الكود بتاعك في ال HTML. طيب يبقى احنا كده دلوقتي عملنا ايه؟ دي فكرة التشيننج، ان انا اقدر ادي اكتر من حاجة، بدل ما اقعد اجي بقى سيلكت العنصر واقول له دوت سي اس اس وارجع سيلكت العنصر واقول له دوت تحتها واقول له دوت سلايد اب وارجع سيلكت العنصر واقول له دوت سلايد داون. يعني ببساطة تعالى كده نعمل ده كومنت ونشوف احنا قبل التشيننج كنا هنعمل الكلام ده ازاي. الكلام ده كان قبل التشيننج. هاجي هنا سيلكت العنصر كده، هاجي هنا اسلكت العنصر، بعد كده اقول له دوت سي اس اس اديله التأثير. يعني هقول له ايه، خليه ياخد السي اس اس والستايل ده، وارجع تاني اسلكت العنصر اللي هو اسمه ماي هيدنج واقول له خليه يحصل له سلايد اب، وارجع تاني اسلكت العنصر واقول له خليه يحصل له سلايد داون، وارجع تاني اسلكت العنصر واخليه يحصل له فيد اوت وجواه كول باك فانكشن. سلكت العنصر اللي انا عايز اثر فيه واقول له الكلام ده كده. يبقى ده الكود ده وفر عليا كتير، الكود اللي فوق ده كده وفر عليا كتير. عملت تشيننج، بدل ما كل مره بقى اسلكت العنصر، كل مره اسلكت العنصر تاني وارجع اعمل سلكتنج للعنصر واقدر اعمل السلكتنج للعنصر واقدر يعني كل مره اعمل سلكت للعنصر، وهتلاقي في الاخر نفس التأثير. تعالى نعمل ريفريش، نفس التأثير برضو. اللي حصل العنصر خد الستايل سي اس اس، بعد كده بدأ يحصل له سلايد اب، بعد كده بدأ يحصل له سلايد داون، بعد كده العنصر بدأ يحصل له فيد اوت والعنصر بدأ يختفي. اول لما العنصر يختفي على طول هيبدأ ظهر لي هنا كول باك والعنصر اللي هو الباراجراف اختفى معايا. يبقى ده نفس التأثير القديم، لكن الكود ده افضل. ليه؟ لان انا نفذت جواه فكرة التشيننج، ان انا سلكت العنصر مرة واحدة واقدر اديله اكتر من فانكشن او اكتر من تأثير. ده كان ببساطة شرح التشيننج في جي كويري.